ودي احلى ايس في 60 ممكن تعملها في البيت. هنحتاج قمع في 60، سيرفر، ميزان بتايمر، و150 جرام تلج. وهنستخدم 20 جرام بن برازيلي بوكس دي كالدس من نظم، ولازم نتاكد ان البن مطحون الطحنه بتاعت الفي 60. واول صبه هتكون 50 جرام ميه بدرجه حراره 92 لمده 15 ثانيه. المرحله دي بيبقى اسمها البلومينج، ودي المرحله اللي بيطلع فيها الغازات من البن. واول ما نوصل 30 ثانيه هنصب الصبه الثانيه 50 جرام بالظبط. وفي الصبه دي هتبتدي تشم الاروما بتاعت البن، وريحه البن قويه جدا تخليك متحمس ان انت تشرب القهوه. واول ما توصل دقيقه و15 ثانيه بنصب الصبه الاخيره، ودي بتكون 50 جرام ميه كمان. ودي كانت اخر صبه، والوصفه دي المفروض تخلص في دقيقتين بالظبط. ودي اسهل طريقه تقدر تعمل بيها ايس في 60 في البيت. ندوق بقى، قمه في اللذاذه. ولو انت بتحب الفي 60 فنظم عمل لك عرض على اكتر نوعين بيبقوا حلوين بيها: البرازيلي بوكس دي كالدس اللي استخدمناه النهارده، والكوستاريكا امابولا. ودلوقتي تقدر تطلبهم مع بعض بخصم 25% وكمان شحن مجاني. ادخل دلوقتي على الويب سايت واستفيد بالعرض.